السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير السمك في الفرن. كيجي احسن من المقلي وصحي على المقلي، وكذلك كيجي لذيذ وكيجي فتي من الداخل، يعني ما كيجيش قاصح وما كياخدش وقت طويل او لما كيعذبش في الطياب. فخليكم معايا لاخر الفيديو باش نشوفوا المقادير اللي غادي نحتاجو وطريقة التحضير. بالنسبه للمكونات، عندي هنا كيلو من السمك، انا استعملت هنا البواجو، نقيته مزيان وغسلته وحيت لي جميع الزوائد. غادي نحتاج معاه في التوابل معلقه صغيره عمره مزيان من التحميره، نصف ملعقه صغيره من البصار، نصف ملعقه صغيره من السكينجبير، قليل من الخرقوم، نصف ملعقه صغيره من الملحه، والقليل من السودانيه مدقوقه. غادي نحتاج كذلك تقريبا 3 المعالق كبار من الزيت النباتي، ممكن تستعملوا حتى زيت الزيتون كيجي زوين. عندي معلقه كبيره من عصير الحامض، فعندي هنا واحد الاناء اللي غادي نخلط فيه. غادي ندير فيه اولا الحوت اولا السمك، وغادي نضيف عليه جميع التوابل. وغادي نزيد العصير الحامض، اللي ما توفرش ليه عصير الحامض ممكن يعوضه بالخل. غنضيف كذلك الزيت. غنخلط المكونات مزيان ونحاول انني ندخل العطريه في الحوت من جميع الجوانب. فهنا بعد ما تلبس لينا الحوت مزيان بالعطريه، فكيف كتشوفوا انا ما ضفتش الربيع، وكذلك ما ضفتش الثومه باش ما يطغاوش لينا على المذاق ديال الحوت. كنبقاو نذوقوا غير الملحه، غير الثومه عفوا، والقزبر من الاحسن ما تستعملوهمش. فغادي ناخذ هنا الطاوه اللي غادي ندخلها للفران، غادي نوضع فيها ورق الطبخ، وغادي نحاول نستف الحوت بهذه الطريقه. بالنسبه للفران فانا شعلته من قبل من الفوق ومن التحت على عافيه متوسطه، وخليته يسخن شويه، يعني المده ديال 5 دقائق. فهنا بعد ما استفت الحوت، فدابا غنضيف عليه واحد شويه الزيت، غير قليل فقط من الزيت، ممكن ديروا زيت الزيتون. وغادي ندخل الطاوه ديالي الفران. فهذا هو الحوت ديالي بعد ما خرجته من الفران. فانا تقريبا خدا ليا 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه اللي كياخذ. كتجي التحميره ديالو زوينه، ما كنغطيهش بالبابي كويسون ولا بالالومنيوم، كنخليه هكاك والعافيه من الفوق ومن التحت. كتعطينا واحد التحميره زوينه، وفي نفس الوقت كيجي طري من الداخل، ما كيجيش ناشف، كيجي الطياب ديالو هو هذاك. وبالنسبه للتسبيله اللي درنا ليه فكتعطي واحد اللذه زوينه، كيبقى باين المذاق ديال الحوت وفي نفس الوقت لذيذ. جربوا هذه الطريقه، اكيد غادي تعجبكم. كما كيف كتشوفوا الطراوه ديالو طيب مزيان وداخلو الطياب، مع انه ما خداش وقت طويل في الفران. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي جيم او بالبارطاج، وكذلك اللي ما مشتركش في القناه اشترك فيها. والى اللقاء في فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله.